تخيل إن في سر واحد بسيط يحدد إن كنت هتفضل فقير طول عمرك ولا هتبقى مليونير. السر ده 90% من الناس مش عارفينه، وانت دلوقتي على وشك انك تعرف. المليونير العصامي ستيف سيبوليت قضى 26 سنة بيعمل مقابلات مع أغنى ناس في العالم، وبعد كده لخص النتائج اللي وصلها في كتابه كيف يفكر الأغنياء. هو اكتشف إن السر الغنى مش في الميكانيكا الخاصة بالفلوس، لكن في مستوى التفكير اللي بينتج الفلوس. الأغنياء عندهم معتقدات وفلسفات واستراتيجيات مختلفة عن الناس العادية، وهنا هنستعرض 8 طرق رئيسية. مستعد؟ يلا بينا. في اعتقاد الأغنياء إن الغنى ده حق، لكن الشخص العادي بيفتكر إنه امتياز. المفكرين الكبار عارفين إنه في بلد رأس مالي عندهم الحق يكونوا أغنياء لو هما مستعدين يقدموا قيمة ضخمة للآخرين. الناس العاديين بيفتكروا إنه الغنى ده محجوز لإلا محظوظة، عشان كده الطبقة المتوسطة بتلجأ للتوفير، أما الأغنياء فبيشتغلوا. الأغنياء بيؤمنوا إنهم لو حسنوا حياة الناس ساعتها من حقهم يكونوا أغنياء. الأغنياء بيؤمنوا إن أسرع طريق للفلوس هو تأسيس بيزنس، لكن الشخص العادي شايف إن تأسيس بيزنس ده مخاطرة كبيرة. بالنسبة للشخص العادي شايف إن في أمان في الشغل الوظيفي، لكن سوبلت بيقول الشغل الوظيفي مش بيدي أمان أكتر من إنك تمتلك بيزنس. الأغنياء شايفين إن أكبر مخاطرة هي إنك ما تراهنش على نفسك. الشخص العادي بيرضى بالمرتب الثابت، وبالتالي بيضيع فرصة بناء ثروة. الأغنياء شايفين إنهم أذكى في التعامل مع الحياة، لكن الشخص العادي شايف إنه أذكى في الدراسة. لو التفوق الدراسي هو مفتاح الغنى، ما كان كل أوائل بيو أغنياء. الغنى محتاج فهلوة وذكاء عملي أكتر من الحفظ والامتحانات. عشان تبقى أذكى اتعلم من الأغنياء، شوف بيفكروا إزاي في الفلوس. الأغنياء بيؤمنوا إن بناء الثروة محتاج فريق، لكن الشخص العادي شايف إنها مجهود فردي. الأغنياء عارفين إن تكوين الثروة محتاج فريق قوي، وبيستثمروا مجهودهم في اختيار الناس الصح اللي بيحققوا معاهم النجاح. أكبر الثروات اتبنت بمجهود جماعي. الأغنياء شايفين إن كسب الفلوس ده شيء بسيط، لكن الشخص الغني شايف إنها حاجة متعقدة. الناس بتفتكر إن الغنى سببه الذكاء أو الحظ أو التعليم العالي، لكن الأغنياء عارفين إن الفلوس بتيجي من الأفكار وحل المشاكل. كل ما الحل كان أكبر كل ما كان العائد أكبر. الأغنياء شايفين إن الفلوس بتكتسب بالتفكير، لكن الشخص العادي شايف إنها بتكتسب بالوقت والمجهود. الطبقة الوسطى بتفتكر إن الطريق الوحيد إنك تزود بيها دخلك هو ساعات شغل أكتر، أما الأغنياء فعارفين إن التفكير الإبداعي هو أعلى مهارة مدفوعة في العالم. تدريب العقل على حل المشاكل هو السر الحقيقي للغنى. الأغنياء شايفين إن الفلوس بتدي حرية، لكن الشخص العادي شايفها وسيلة سيطرة. الأغنياء بيشوفوا الفلوس كأداة إيجابية تخلق الحرية والفرص، لكن الطبقة المتوسطة بتشوه الصورة دي، بتشوه صورة الفلوس وتعتبرها قوة قمعية. بالعقلية دي طبيعي معظم الناس يفضلوا من غير فلوس كفاية. الأغنياء لما بيشتغلوا من أجل الإشباع والرضا، لكن الشخص العادي بيشتغل عشان الفلوس. الأغنياء عارفين إن الشغل مجرد كسب الفلوس هو أسوأ استراتيجية لبناء ثروة. سيبوليت بيقول ما تدورش على وظيفة بمرتب أكبر، دور على شغل يديك أكبر قدر من الرضا. لما تلاقيه استثمر قلبك وروحك فيه لحد ما تبقى من أمهر الناس في مجالك، وساعتها هتكافئك بثروة غير عادية. الخلاصة إن الغنى مش مجرد أرقام في البنك، الغنى أسلوب تفكير وطريقة حياة. الفرق بين الفقير والغني مش في عدد الساعات اللي بيشتغلها ولا في مستوى التعليم، لكن في العقلية اللي بيتعامل بيها مع الفرص والفلوس. الأغنياء يختاروا إنهم يؤمنوا إن الغنى حق، ويبنوا ثرواتهم بالأفكار، بالتعاون، بالسعي ورا الإشباع الحقيقي والرضا. أما اللي بيتمسكوا بمعتقدات سلبية عن المال طبيعي يفضلوا محبوسين في نفس الدايرة. السر دلوقتي في إيدك، القرار ليك. هتفضل تفكر بعقلية الشخص العادي ولا هتبدأ من النهاردة تبني عقليتك كغني؟